ازيكم؟ بمقادير سهلة وبسيطة ومظبوطة على الميزان هنعمل مع بعض هريسة الفلفل. حاجة كده في منتهى الجمال. اكيد هتجربوها وهتعجبكم واحلى بكتير من اللي بنشتريها من السوبر ماركت. تعالوا بقى نشوف الطريقة. اول حاجة معايا كيلو من الفلفل الالوان الاحمر. تمام كده مفروم في الكبة. هتجيبيه هتغسليه وهتنضفيه ونشيل منه البذر ونفرمه في الكبة. وهنا بقى معايا فلفل حار مفروم برضو ربع كيلو. يبقى ربع كيلو من الفلفل الحار. معايا 3 معالق من معلقه التوابل الكزبره، ومعايا 3 بابريكا، ومعايا معلقه من الكمون، معايا 3 معالق كبار من السكر، و3 من الملح، وخمس فصوص من الثوم، وليمونتين، عصير ليمونتين كبار. معايا تلت كوب من الخل، نص كوب من العسل النحل الابيض. تمام كده عسل ابيض. ومعايا نص كوب من الزيت. مقادير سهله وبسيطه. تعالوا بقى نشوف الخطوه. ايه الخطوات اللي احنا هنعملها؟ اول حاجه هنزل بكيلو الفلفل الملون اللي احنا فارمينه. تمام. هنزل عليه كمان بربع الكيلو الفلفل الحار. الفلفل الحار ده انا بخزنه بفرمه وبخزنه في الفريزر. لو عندك عادي تقدري تستخدميه. لو مش عندك جيبيه فريش وفرميه وابتدي ان انت تضيفيه. ضفت عصير الاتنين ليمونه، 3 معالق سكر، 3 معالق ملح. طبعا كل ده الثلاث معالق دول بالمعالق الكبيره. خمس فصوص من الثوم. تمام كده. نيجي بقى لمعلقه التوابل. حطينا 3 كزبره، 3 بابريكا مدخنه، ومعلقه كمون. تمام كده. تلت كوب من الخل، نص كوب من العسل الابيض، من عسل النحل. تمام كده. وهبتدي كمان الزيت مش هنضيفه دلوقتي خالص. ضفنا كل المكونات على بعض لحد دلوقتي الدنيا سهلة وبسيطة جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بعد بقى ما اقلب المكونات كويس جدا والزيت مش محتاجينه دلوقتي. تعالوا بقى نرفعهم على النار بالشكل ده. مش هنسيبهم ولا لحظة، هنفضل نقلب بشكل مستمر لمدة ما تقلش عن ربع ساعة. هتاخد منك من ربع ساعة، يعني من 15 ل 20 دقيقة، وهتبقى جاهزة معاكي. الهريسة دي تحفة جدا يا جماعة، تستخدميها في حاجات كتير جدا. تقدري تحطيها في السندوتشات مع بطاطس محمرة. تقدري ان انت تدخليها في التتبيلات، تتبيلة القرنبيط، تتبيلة خلطة المحشي. تقدري ان انت تضيفيها كمان في تتبيله الفراخ، صينيه البطاطس اللي في الفرن. بصوا الهريسه دي تحفه اختراع، بتحلي الاكل وجميله جدا. فكره ان احنا وزنين القصه بكيلو من الفلفل الالوان وربع فلفل حراق، ما بتكونش حراقه قوي اوفر. حرقانها بيكون حلو جدا وسط. هتعجبكم جدا، جربوها. هنا بقى اول ما تغلي بالشكل ده انا عماله برضو مستمريه في التقليب، ما سبتهاش. هفضل اقلب اقلب، واقفه ما سبتهاش كل الفتره دي، ومستمريه في التقليب زي ما انتم شايفين. لسه بالنسبه لي ما نشفتش زي ما انا ما عايزه، او يعني تقلت زي ما انا ما عايزه، والميه اللي فيها خلاص ما بقتش موجوده. هفضل ان انا مستمريه في التقليب. تمام كده لحد ما اوصل للقوام ده. شايفين الجمال؟ حاجه كده في منتهى الجمال. ما خدتش معايا وقت، يعني انا ربع ساعة وكانت معايا بالجمال ده. شايفين؟ اهم حاجة ان هي تكون جافة من المية بالشكل ده، وتكون كل كده المكونات اختلطت ببعض، وتكون تقلت وقوامها تقيل بالشكل ده. انزل بقى بنص كوباية من الزيت، واقلب بقى كويس جدا. تمام. طب خلصنا الخطوة دي، هنحفظها ازاي؟ هنحفظها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. برطمانات هنعقمها في الميكروويف على مدة دقيقة. هنجيب زيت، معلقة زيت في أول البرطمان. تمام. وبعدين ابتدي اضيف الهريسة بالشكل ده. تمام. هضيف بقى الكمية كلها زي الفل. اهم حاجة وش البرطمان يكون برضو متغطي بالزيت بالشكل ده كده. هبتدي برضو في البرطمان التاني. عايزه اقول لكم ان الكميه دي عملت معايا 3 برطمانات. كميه حلوه جدا وجميله، وهتنفعك جدا بقى في تتبيلات كتير زي ما انا ما قلت لك. وطعمها حلو جدا، والجربيه ممكن تحطيها كمان على مكرونه. انا جربتها في وصفات كتير ودخلتها في تتبيلات كتير. هتعجبكم جدا الطريقه دي، جربوها واعملوها. بتمنى تكون عجبتكم الطريقه وعجبكم الفيديو وصفه النهارده. انا كده خلاص بقى ابتديت ان انا اسوي الوش بالزيت، وان انا غطيته. هسيبهم يبردوا تماما. هبتدي ان انا اغطيهم وادخلهم في التلاجة لحد ما يبردوا. تاني يوم بقى مش قادرة اقول لكم، طالعة بالجمال ده والقوام ده. طعمها حلو قوي، مظبوطة جدا جدا. يعني فعلا مظبوطة على الميزان. احلى بكتير من الهريسة اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، لاني انا من عشاقها. كنت بشتريها على طول. فبصراحة الطريقة دي حلوة جدا. هتحببك في الهريسة كمان. وكمان الحرقان، الحرقية بتاعتها اللي هي الحار بتاعها وسط.
فتحفه طبعا. انا ما استسلمتش الوضع، عملت طبق مكرونه وجربتها على طول يا جماعه، وطعمها تحفه. جربوها تعجبكم. باي باي.